معجزة المفلوج. وفي معجزة المفلوج بنشوف حاجات كتير، بنشوف يسوع وبنشوف صحاب المفلوج اللي أخدوا المفلوج علشان يودوه ليسوع. فهنتكلم النهاردة عن الصحاب أكتر، إزاي أختار صحابي، إزاي يكون في حياتي ناس فعلا بتساعدني إن أنا أوصل ليسوع، أو ناس صحاب كويسين في حياتي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست شارك. نرحب النهاردة بتامر. هاي تامر، هلو جولي، ازيك؟ عامل ايه؟ انا كويس. ممكن تعرفنا اكتر بنفسك؟ انا اسمي تامر، متجوز جيني، وعندي توأم نور ومحب 18 سنة، وبقالي وقت في خدمة الشباب للتلمذة، وسنين ربنا هو بيستخدمنا في الحتة ديت. تحفة. تامر، نبتدي بقى على طول. اتفضلي. بص بقى، في معجزة المفلوج بنلاقي بقى في حاجات كتير قوي. تيجي نعمل كده زوم على حاجة منهم. حلو قوي. بصي، انا متحمس قوي للمعجزة دي، لان المعجزة دي فيها لقطات يعني قوية قوي وعملية جدا، واعتقد مهمة لينا احنا كأجيال مختلفة، جيل شباب وجيل كبار. بس خليني اعمل زوم على يسوع، وعايزة ابص على لقطة كده من المعجزة دي. يسوع كان بيتحرك ازاي وبيعمل ايه. واحدة من الحاجات اللي فرقت معايا قوي في المعجزة دي، ازاي انه في المعجزة دي كان يسوع بيشوف اللي مش متشاف، وبيسمع اللي مش بيتقال. لو تسأليني مثلا ازاي، هقولك خلينا مثلا في المعجزة دي انه اول حاجة بيقولك انه رأى ايمان الاصحاب، صح. اللي هم كانوا جايبين الشخص المفلوج علشان عايزينه يخف، فرأى ايمان. الايمان ما بيتشافش، هو شاف، صح. شاف في قلب الولاد او الشباب دول ايمان. كمان شاف اوريدي الشاب جاي له مفلوج، فهو محتاج شفاء اكيد، يعني واحد ما بيتحركش، فباين قوي، باين صح. جسمه عنده مشكله، عايز اخف. لكن هو ابتدى يبص على الخطيه اللي في حياه الشاب، وكانه شاف ان الاحتياج اللي في قلبه داخلي اكتر، انه الخطيه دي تتشال. الحاجه الثالثه بقى اللي سمع ما بيتقالش، بيقول ابتدى يسمع افكار الفريسيين اللي بيدينوا ازاي عمل كده. فالثلاث حاجات دول خلت جوايا كأنه انطباع ابقى علامة اخد بالي، والحاجة التانية ابقى متشجع. صح. اخد بالي ايه؟ اخد بالي انه انا جوايا عريان طول الوقت قدام ربنا. يسوع بيشوف، وربنا بيشوف اللي في قلبي، فقادر يشوف الحاجات اللي مش مظبوطة، قادر يشوف كبريائي، قادر يشوف الغيرة اللي جوايا ناحية حد، قادر يشوف التمرد، قادر يشوف عدم القداسة، قادر يشوف الإدانة، قادر يشوف أفكار كتير سلبية فبتشاف. أكنه ربنا يعني همه أكتر اللي جوايا أكتر من اللي بره. بالظبط. عامل زي الأب اللي طول الوقت فارق شخصية ابنه، صح. فارق إنه يبقى بيبص على شخصية ابنه لجوه، ومشاعره وقلبه وأفكاره، وإزاي عايزه يبقى أفضل فيرجن ليه. الحاجة بقى الإيجابية كمان إنه مش في الحاجات السلبية فبيبقى عايز يشتغل عليها، مش عايز يدني، لكن عايز يخرجها وعايز يبقى أفضل. الحاجة الأحلى بقى كمان إنه كمان بيشوف الوجع بتاعي. ممكن يبقى مش باين للناس، بس هو شايفه وسامعه. ممكن كمان يبقى شايف إحساسي بالذنب ده، أنا بحاول أعيش صح بس مش قادر، هو شايفه. ممكن يشوف محاولاتي إن أنا حاسس إن أنا فشلان ومش عارف أعيش للآخر صح، فده إيجابي، خلينا أطمن إنه لما أفتح ده ربنا إنه يساعدني فيه. تحفة قوي. طب الصحاب بقى، يعني انت قلت فلما رأى يسوع إيمانهم، يعني يسوع شاف إيمان جامد قوي في صحاب المفلوج ده. فايه دور إيمان صحاب المفلوج ان هو يخف اصلا؟ انا نفسي اخش على حته الصحاب، بس خليني اول حته كمان برضو ارجع ورا سنه. اعتقد في حته مهمه قوي وكلنا اكيد محتاجين نسمعها في المعجزه دي. يسوع لما اتكلم مع الشاب قبل ما يبص، يعني بعد ما بص على ايمان صحابه زي ما انت قلتي، قال له يا بني مغفوري خطاياك. الكلمه دي عايز اقول لك انها ادتني نور تاني مختلف لفكره الغفران. احنا سمعنا كتير عن الغفران، بس الفكره دي لما الروح القدس ابتدى يوريهاني بالبعد ده، انه ازاي اول حاجه بيقول له يا بني، ابني، يا ابني. فواضح انه كانه بيعلي فكره الاب والابن، بنوه بقى. وبصي بقى الجمله او الحته مغفوره خطاياك. هقول لك جمله كده قويه فرقت معايا انا قوي وانا بتامل في الحته دي. وكأن الغفران
بيفتح باب ان انا استمتع بابوة ابويا واستمتع بالميراث اللي ليا فيه. الله. وكأن الخطية بتقفل، فمش قادر استمتع بيه، مش قادر احس بحبه، ولا قادر استمتع بعلاقتي بيه، وكمان الميراث اللي ليا عنده مش قادر اوصل له. الغفران كأنه مفتاح، عارفة، كأن الصليب واخد شكل مفتاح، بفتح الباب عشان اعدي واقرب من ابويا واستمتع بيه واستمتع بالبركات والميراث اللي عندي ليه. فبالتالي انا لما بغلط لازم اجري عليه، لما ببوظ الدنيا اجري عليه عشان ما الباب ما يتقفلش، فاقدر استمتع بعلاقتي بيه. اصلا ساعات بيقولوا لنا بقى يعني، او احنا ساعات بنفكر العكس بقى، انا عندي مشاكل وخطيه، لا انا مكسوف اقابل ايوه، ربنا. اخاف اقابله. تحس ان هي دي قصد ابليس، انه لا ما بالظبط، تروحش، لانه هيقول لك يا بني مغفور لك خطاياك. بالظبط. يعني عايز اشكرك قوي جوليان، فعلا اللي تقوليه ده خدعه ابليس صح. بيوقع فيها ناس كتير، شباب كتير وكبار كتير، ان انت غلطت استخبى، زي ما عمل مع ادم. انت غلطت استخبى. لا لا، انا غلطت، انا معايا مفتاح اسمه الصليب، بينفع افتح الباب بتاعي واعدي منه عشان ارجع تاني في علاقتي مع ابويا واستمتع بيه. فاشكرك قوي حتى انك وضحتي ان ابليس بيضحك بينا علينا في الحكايه دي. خليني زي ما انت كنت طالبه اننا نرجع نعمل بقى زوم. اصحاب المفلوج بقى، يعني دول يعني قصة تانية، اللي هو ايه بقى يعني، بصي، شايف دورهم ازاي؟ انا منبهر صراحه، يعني انا منبهر يعني اغلب المعجزات اذا كانش كلها كان الشخص هو اللي بيحاول ويعافر انه يوصل ربنا عشان يستقبل المعجزه بتاعته. اني اشوف مجموعه صحاب بيعرفوني يعني ايه كلمه صحاب. يعني في اللقطه دي بفهم انا وانتي مع بعض مين هم الصحاب، ايه المسطره اللي هختار عليها الصحاب، الصحاب بيعملوا ايه في حياتي، تاثيرهم ايه، وتاثيري انا في حياه صحابي ايه. فكل دي اسئله اعتقد محتاجين ان احنا نمشيها حته بحته. تحبي نبدا بأني واحده؟ نشوفها من خلال صحاب المفلوج. اه، اللي هو هم اول حاجه كانوا في ظهره، كانوا جنبه. انا دايما ايوه، لو انت سالتني دلوقتي يعني ايه صحاب، اه، هقول لك الصاحب بالنسبه لي هو الشخص واقف في ظهري ايوه. ساندني. بس انا فعلا لو عندي صحاب زي المفلوج كده ياخدوني ويشيلوني، لا دي حاجه تحفه قوي. خليني ابدا معاكي من قبل النقطة دي. خلينا نعرف من النقطه دي، نعرف مع بعض يعني صحاب، يعني ايه كلمه صاحب. صاحب. فانتي قلتي صاحب في ظهري، ايه كمان، ايه كمان ككلمه صاحب كمفهوم؟ حد اتكلم معاه يعني براحتي، ان براحتي، انا اكون مرتاحه معاه. مرتاحه معاه ويكون شبهي. أشكرك. يعني ده في الغالب ده التعريف اللي تقريبا بيشمل كلمة صاحب. صاحب يعني مصاحبني، يعني بيقضي معايا معظم وقتي. صاحب يعني قريب مني قوي، لازق ليا. صاحب يعني طول الوقت بنتكلم ونفكر ونتحرك ونخرج ونتفسح وبنحلم مع بعض. فالصاحب ده كلمة كبيرة قوي قوي قوي. وانا اعتقد يعني لو توافقيني انه مفيش حد مش محتاج صحاب. 100%. صح، كلنا محتاجين صحاب، صح. ومحتاجين نحس ان احنا قريبين من الناس وقريبين مننا. نيجي بقى للسؤال، ايه مواصفات الصاحب ده؟ ايه المسطره؟ حلوه المسطره دي، لا انا كنت عايزين مدرس مسطره كده. انا كنت مدرس واحب كل حاجه تبقى أيوه. بمسطره. فايه المسطره اللي احطها فاقول دول صحابي؟ وهل تنفع كل العلاقات اللي حواليا يبقوا صحابي؟ انا عندي علاقات كتير. صح. عندي علاقات في المدرسه، علاقات في الكنيسه، علاقات في الشغل، علاقات في مجالات كتير قوي، علاقات في العيله. فهل ينفع كل اصحابي؟ هو ليه لا؟ يعني ليه ما انا بقى ايه، بحب، انا شخص اجتماعي جدا، بالظبط، فليه ما يكونش بقى كل الناس دول مفتوحين صحابي. لي؟ ليه بقى؟ ليه مهم ان انا يكون عندي دوائر انا عارفاها؟ ولا عادي ماشيه بقى في الحياه بالبركه كده، كل ايوه، الناس صحابي؟ ايوه، صاحب السواق اللي انا كنت بالظبط. راكب معاه، يعني يعني راكب ما مع انا سواق. اجتماعي اصلا، فاهم؟ ايوه، ودي فعلا عندك حق. مشكله الشخص الاجتماعي انه ما انا كل الناس صحابي. حلو قوي. ليه مهم بقى ان احنا نقسمهم كده؟ خليني اشاركك بحاجه حصلت في العيله عندنا. يعني انت عارفه ان احنا العيله عندنا فيها جيلين، فيها جينيريشن اكس اللي هو انا وجيني. اكس اللي هم بتوع الماضي، اللي هم نور محب وجين زي. الديناصورات، اللي هو جيل الديناصورات يعني. وفي جيل زد اللي هم جيل بتاع الشباب اللي هم الصغير لسه. وعشان كده ده بيبقى فيه دايما اختلاف في وجهة نظر. جينا في وقت كده نور محب فجأة بقى عندهم كمية صحاب كتير قوي. هم يعني حصل طفرة كده في شخصيتهم، فبقوا اكستروفيرت، فبقوا بيصاحبوا الناس كتير قوي وعلاقات كتيرة قوي. وابتدى قعدنا قعدة كده نحاول ان احنا نتكلم مع بعض كجيلين، يعني انه هل ينفع كل الناس دي نحط على كلمة صاحب؟
وابتديت قبل ما انا وجيني نقعد معاهم نفكر، احنا مش عايزين نفرض عليهم علاقات، احنا عايزين ان هم اللي يختاروا. طب يختاروا ازاي؟ يعني زي ما الحوار بينا النهارده، اختار ازاي صحابي؟ فانت اللي تختار، مش حد اللي يخليك تختار او حد يقول لك اعمل وما تعملش ايه. فده نحط مسطره. ايوه. المسطره دي كنا بنتفق عليها، ولما حطيناها هم عرفوا يختاروا. ودي بقى الحته المهمه قوي، الدوائر. اتاري انه رقم واحد مثلا اتفقنا عليه، ما ينفعش يبقى عندي بوكس كبير في كل الناس. دي مش حاجه صح. دي حاجه لانها هتبقى مضره وضغط، لانه انا مش عارف هو مين القريب مين مش قريب، مين اللي اثق فيه ومين ما اثقش فيه، مين اللي هيساعدني ومين اللي هيجي في وقت الضعف وضغطي مش هلاقيه. وانه ينفع يبقى عندي بوكسات مختلفه، وكل بوكس ما احطش توقعات اعلى من المطلوبه منه، فبالتالي ما تخبطش. فحطينا شويه قيم ومبادئ. فتعالي مثلا نفكر فيها مع بعض. انت لو بتفكري في عايزه صاحب جدع، يعني ده ايه الصاحب الجدع من وجهه نظرك؟ شخص اول ما احتاجه الاقيه معايا. برافو عليك، ادي اول مبدأ. ان الشخص لما ابقى انا محتاج مش قادر ادي، في وقت ضعف، في وقت انا مش قادر اسال عليك طول الوقت، تعبت، الاقيك جنبي. شخص جنبي وقت ما اكون محتاج لكم. فدي اول بوكس بقى ده أول انا مبدأ. حطيته في عملت له expectations على قد يعني ده صاحبي اللي دي التوقعات بتاعتي ليه. فكل حد في حياتي ليه توقعات معينه، يعني مش ما توقعش ده مثلا من زميلي اللي معايا في الشغل، برافو عليك، او من زميلتي اللي معايا في المدرسه اللي انا بشوفها مره عليك. في برافو عليك. فانا حطيت مسطره عشان منها اقدر انقي المجموعه اللي احطها في البوكس بتاعي اللي اسمه دول صحاب. دول الكلوز فريندز بتوعي، بسميهم كده عشان ما نتلخبطش في المصطلحات. دول كلوز فريندز، دول القريبين مني قوي بالظبط كده. ده اول بوكس. بس نكمل بقيه المسطره. في مسطره لسه. ما دي نمره واحد، انه قريب مني وقت ما احتاجه. ايه الحاجه التانية؟ ودي حاجه مهمه قوي، لازم يبقى نفس القيم، صح، نفس المبادئ. ليه؟ لان احنا بنقضي وقت كتير مع بعض وبناخد قرارات مع بعض، فلازم انا هو نفس المبادئ اللي بيها هنتفق نتكلم في ايه وما نتكلمش في ايه، نروح فين وما نروحش فين، نعمل ايه وما نعملش ايه. فطول ما هو شبهي، يعني شبهي يعني شبهي في المبادئ، في القيم بتاعتنا. هل الشكل اهم حاجه؟ فانت لو مجموعه بنات، لو الشكل واللبس والعلاقات والترند والفاشن ده اهم حاجه، تلاقي كل حياتنا مركزه، فهتسحب معاهم. انت كنت قلتي مره لفظ كده، الصاحب ساحب. الصاحب ساحب، ايوه صح، الصاحب ساحب. ليه؟ هيسحبني للاهتمام بتاعته، نوعيه الاغاني اللي بسمعها، هنتكلم على ايه، نتفرج على ايه، هنركز على العلاقات. فبالظبط فده ياخدنا لحته انه فعلا الصحاب ممكن يكون ليهم تاثير سلبي وايجابي عليا. ده مبني على ايه بقى؟ مبني ان اتفقنا على المبادئ الصح اللي نعيشها مع بعض، ودي اللي تظبط حواراتنا واهتماماتنا وخروجاتنا وكلامنا. الحاجه الثالثه بقى، ودي مهمه بالنسبه لي، يعني انا في رايي انها صاحبي الجدع اللي عايز يطلع the best version of me، افضل صوره ليا. فصاحبي لما يشوف حاجه غلط فيا يقول لي تامر دي مش مظبوطه، دي غلط، ما يخافش انه يواجهني باخطائي، لانه عايزني يشوفني في افضل حال. الصاحب الجدع عايز افضل صوره ليا، فعارف انه تامر هيبقى افضل لما يعمل اللي عليه. يعني انا عندي مذاكره، عندي امتحان بكره، مش تعال نخرج دلوقتي، عارف. فاهم قصدي؟ انا عايزك تنجح، عايز انجح في دراستي، انجح في شغلي، انجح في ان اعرف مواهبي واطورها. ده الصاحب الجدع. فايه رايك؟ ايوه طبعا انت عندك حق قوي، انه ساعات بحس ان صحابي لا يعني ممكن تراجعي بعدين او تذاكري بعدين، او مش همهم على اولوياتي او على انا فين. زي ما انت بتقول، هو فعلا حاجه مهمه ان صحابي. افتكر موقف يا جوليا وانا صغير. انا كنت شاطر قوي في الماس، كنت مش شاطر قوي في الماس، وكنت ضعيف جدا. افتكر حد من اصدقائي كان ليله الامتحان وكنت متضايق جدا، ازاي ان هو نفس الدفعه بتاعتي، كان نفس الفصل، ان هو قرر ان هو يجي عندي البيت وليله امتحان ويبقى جنبي، وان احنا يذاكر لي الماده عشان اعرف اجيب درجه كويسه. فاكتشفت انت جدع، انت يعني مع انك انت مخلص المفروض نخرج مثلا عشان نشم نفسنا الامتحان، لا انت قررت تيجي تقعد معايا. فكر انه عايز يطلع البيست فيرجن، افضل صوري. فكده الصاحب المسطره بتاعتنا هتكون ان هو صاحب جدع في ظهري وقت محتاجه. ايوه صح. هيكون شبه مبادئي. ايوه. وهيكون
همه عليا، عايز يطلع احسن فيرجن مني. برافو عليك. اخر حاجه بقى، ودي بحطها في الاخر بس دي اهم واحده، ان رقم واحد في حياته ربنا. الله، هو دي فعلا مهمه قوي. ليه بقى؟ لانه ربنا بالنسبه لي انا وبالنسبه لصاحبي لو هو شبهي في الحته دي، هيبقى ربنا هو المسطره بقى، المسطره اللي بيها بنقول قيمنا ازاي، عايشين لايه، اهدافنا ايه. تخيل لما انا عندي انا وهو نفس المسطره، احنا عايزين نعيش ربنا، عايزين نحقق حلم ربنا في حياتنا، عايزين نعيش صح زي ما ربنا عايزنا، فاحنا اكيد زي ما قلتي هنتصاحب، فهنسحب بعض لحاجه دي الايجابيه. حاجه تحفه. ايوه. فوجود مسطره زي كده خلاني اقدر اقول انا عندي بوكسات، هقدر اقول هختار سين وصاد وعين، ده بوكس الكلوز فريندز. طب بقيه الناس مين بقى، مين هحط الناس اللي ممكن يكونوا في بالظبط، حياتي؟ هحط بقى الناس اللي مش شبهي قوي في بوكس الفريندز، اللي هو مش بقضي معظم وقت معاهم، بشاركهم بس على قد، ما بخليهمش يأثروا عليا لان هم مش في لأنهم الدايره اللي جوه قوي. لأنهم كان مش شبهي ومش نفس المبادئ وممكن مختلفين عني، فينفع في الدايرة دي يبقى عندي علاقات من دوائر مختلفة، من خلفيات مختلفة، من مجتمعات مختلفة، بس مش بيأثروا عليا لأن عندي دايرة التأثير بتاعتي، السبورت سيستم بتاعي الكلوز فريندز. وبعد كده عندي زمايل الشغل اللي هو برضو بستيل بقضي وقت بس برضو محدود، علاقات محدودة. فدي الطريقة اللي بقدر اختار بيها اصحابي. اصحاب المفلوج بقى، يعني انت كنت بتقولي قبل الحلقه على قد ايه هم كانوا موجودين في ظهر صاحبهم. فاعمل زوم كده على صحابه واحكي لنا اكتر عن صحاب المفلوج، ازاي كان ليهم تاثير في ان المعجزه دي تحصل اصلا. بصي يعني شوفي كل الكلام اللي احنا قلناه، تعالي بقى نطبقه بالمسطره عليهم. اول حاجه وقت ما هو عيان ومش قادر، يعني بصراحه احنا اصحاب مش عايزين عكننه، يعني يعني مش عايزين بقى خنقه طول الوقت، هبقى قاعدين جنب واحد مشلول مفلوج مكتئب نفسيته مضغوطه، احنا عايزين نفرفش، فيعني ايه نفك منه على راينا، يعني نفك ونشوف بقى حد تاني روش. لا هم دنهم جنبه ما سابوهوش زي ما انت قلت في الاول، في ظهري. رقم 2 اختاروا لانه نفس المبادئ ونفس القيم، ما قالوش طب عايزين نساعده، فهنساعده ازاي؟ تعال بقى نخرج نفن نحاول ننسيه، نعمل حاجات يطلع بره المود عشان ينسى. ثم لا، هم عشان نفس المبادئ عرفوا انه الشخص الوحيد اللي ينفع يساعد هذا المفلوج هو يسوع. راحوا للطريقه الصح اللي يساعدوا بيهم صاحبهم، الشخص الصح والطريقه الصح اللي يساعدوا بيها، انه ودوه بقى، بصي ودوه ليسوع. شفت الصاحب أما ممكن ابقى متلخفن، انا مضغوط، بعدي بمشاكل، هو عارف ان الطريق الوحيد اللي انا اطلع بره ده هو ربنا، هو يسوع، فبياخدني يوديني ليه. الله. بصي كمان في النقطه الثانيه، هم كانوا واثقين قوي انه يسوع هيعرف يعمل ده، كانوا عندهم ثقه انه يسوع من ربنا هو المفتاح والحل، مش حاجه تانية. صح. الحاجه اللي كمان الجميله قوي انه كان في عوائق، كان الدنيا زحمه، مش عارفين يوصلوا ليسوع، بيت صغير والدنيا زحمه جدا وهم شايلين سرير، يعني مش داخلين، شايلين كمان صاحبهم فوق السرير، يعني موضوع صعب. واحده من التفسيرات عجبتني ان هم تحدوا كل العوائق اللي ممكن تعطلهم ان هم يوصلوا ليسوع، عشان يوصلوه ليسوع. تحدوا كل العوائق، ما فشلوش، ما زهقوش، ما تعصبوش، ما خلاص بقى ما فيش فايده، تحدوا كل العوائق، يعني كانهم كانوا مصرين انه يوصلوه ليسوع، مصرين ان صاحبهم يخف. ويسوع لما بص على حاجتين بقى، بص على ثقتهم في يسوع، وبص كمان اعتقد حتى لو مش مذكوره بس الحوار والاجواء اللي وعى جزء ان هم كانوا مصرين يتحدوا اي حاجه عشان صاحبهم يخف، ما يسيبوهوش كده. فاعتقد دول كلوز فريند، دول اللي اتحطوا في دايره الصحاب. ده انا لو عندي صحاب زي اصحاب المفلوج دول، يعني انا عندي صحاب زيهم، يعني اشكر ربنا. بس قصدي انه الواحد في حياتنا فعلا محتاج يكون عنده صحاب زي صحاب المفلوج كده، ياخدوني، يساعدوني، يشجعوني. فثانك يو يا تامر جدا جدا. ونفسي اختم بجمله، ده اختبار شخصي نفسي اشارككم بيه، يعني لان انا عارف انه احيانا الجيل الشباب لما بيتعلقوا ببعض كاصحاب بيبقوا ما عندهمش الفليكسبل او المرونه انه ممكن يحصل تغيير في وقت من الاوقات. يعني انا فاكر عديت في وقت كان مش سهل عليا، انا وقت ما كنت في سن ثانوي كنت قريب من مجموعه صحاب
قريب قوي قوي قوي، وكنت حاسس عارف في الجو ده مش هنسيب بعض وهنكمل مع بعض حياتنا كلها نعيشها مع بعض. بالظبط. لكن اكتشفت ان اوقات كتيره قوي ان كل موسم في حياتنا ربنا بيحط لنا مجموعه علاقات قريبه مننا عشان تساعدنا في الموسم ده. فنفسي نتعلم ده، ان انا لو في الموسم ده اعرف ادور على العلاقات اللي ربنا عايز يحطها في حياتي عشان تخليني اعيش دعوتي واعيش هويتي واعيش اللي ربنا عايزه مني. ولما الموسم يخلص وبسبب اي ظروف صحابي هاجروا، صحابي راحوا كليات تانية، صحابي مشوا، ما تقفلش واتضغط، هبقى متضايق اكيد، حياتي ما توقفش برافو يعني. عليكي. لكن ابتدي وانا داخل شابتر جديد في حياتي، داخل الجامعه، فاكيد ربنا عايزني في الشابتر ده اتعرف على علاقات ويبقوا قريبين مني بنفس المواصفات. انا هاجرت او انا رحت في حته تانية، فخلينا نتعلم بقى ان في كل شابتر ربنا بيحط جوانا او حوالينا قصدي مجموعه علاقات هو باعتها لنا عشان تساعدنا وتاثر فينا بشكل ايجابي. دوري ان انا اميز العلاقات دي. تحفه قوي. ثانك يو جدا يا تامر، شكرا قوي. شكرا ليكي.